قلت ليش اسمك؟ يونس. يونس. اسمع يا يونس، كان يا مكان في قديم الزمان كان في بلد حلوة وبعيدة اسمها نينوى. البلد هاي بقى فيها ولد صغير اسمه يونس، أمور وحبوب. لما كبر يونس الله سبحانه وتعالى عمله نبي، وقال له يدعي أهل بلده للخير والمحبة والعدل. ضل يونس يدعي أهل بلده 33 سنة، بس ما حدا رد عليه ولا حدا سمع كلامه. زعل يونس وتعصب وقال أنا تارك هاي البلد باللي فيها. ربنا قال له خليك يا يونس، خليك مع أهل بلدك، اصبر معاهم. بس يونس ما سمعش الكلام وراح على البحر، وأول سفينة شافها طلع فيها. السفينة مشيت في البحر، والبحر هاج وماج، والبحارة صاروا يصرخوا ويقولوا يا رب يا رب، أكيد في معانا حدا عمل ذنب كبير لازم نعرف من هو. وعملوا قرعة، أول مرة طلع اسم يونس، تاني مرة يونس، تالت مرة يونس. رموا يونس في الجون وسط البحر، وأجا حوت كبير وبلعه، ونزل يونس بطن الحوت. صار يفكر أنا شو عملت، بعدين انتبه إنه هو ما صبر مع أهله، عشان هيك الله عماله بيختبره. رفع ايديه للسماء وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحوت سمع كلامه، فتح تمه ورماه على شط البحر، ورجع يونس لأهله وبلده يعيش معهم ويصبر عليهم ومعهم. فهمت يا سيد؟ انتوا مين؟ أنا سلمى ودي فدوى. ناصر مستنيك تحت يا عم إبراهيم. ناصر 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 يا ناصر. أيوه أيوه أيوه، جاي جاي.